اليوم جايب لكم شرح بسيط لتفعيل الباي بال ان شاء الله. طبعا تفعيل كامل مثل ما تلاحظون verified، لما يعني ينطيك انه الاكونت يعني ما له حدود unlimited. طيب الطريقة بسيطة وهي عن طريق ربط حساب الباي بال ببطاقة فيزا. طيب راح تقول لي معلوم انه الفيزا يعني عادي كنا نعرفها، لكن اليوم جايب لكم طريقة انه كيف تحصل على بطاقة فيزا كارد مجانية مشحونة ب10 دولار وصالحة لمدة سنة، بالإضافة إلى أنه تقدر تتحكم باسم حامل البطاقة، تتحكم بعنوان البطاقة. هالشي يمكنك أنه مهما كان عنوان أو مهما كان بلد الباي بال مالتك، يعني مثلا باي بال إماراتي، باي بال سعودي، باي بال مصري، تقدر أو أوروبي حتى، تقدر يعني تتحكم بعنوان البطاقة على أساسها حتى تفعل الباي بال. طيب من دون ما أطول عليكم، برنامج موجود على الآيفون والأندرويد. عن طريق هذا البرنامج تقدر تحصل على هدايا اللي هي يا إما بطاقات جوجل بلاي أو بطاقات آيتونز أو حتى بطاقات أمازون، بالإضافة إلى بطاقة فيزا كارد. طيب البرنامج فكرته بسيطة، طبعا أغلب الناس تعرفه، راح أشرح للي ما يعرفه، واللي يعرف البرنامج يتقدم بالشرح حتى لا يضيع وقته. طيب البرنامج هو عبارة عن برنامج مثل ما تلاحظون discover great apps and games and get reward. البرنامج هو يعني حتى تستكشف الألعاب والبرامج الجديدة. فكل ما تحمل عن طريق هذا البرنامج ألعاب وبرامج راح ينطيك مثل ما تلاحظون هنا نقاط، وهذه النقاط تقدر تحولها إلى هدايا. يعني مثلا إذا وصلت 3000 نقطة، 3000 نقطة تقدر تشتري، لاحظ هنا تقدر تشتري أو تسحب كارت آيتونز 10 دولار، أو جوجل بلاي 10 دولار، أو بطاقة فيزا كارد 10 دولار. طيب الفكرة صارت واضحة، خلينا نجي للشرح. رابط البرنامج طبعا موجود بالدسكربشن جواب الوصف مال الفيديو. بعد ما تضغط عليه راح يحولك مباشرة إلى جوجل بلاي إذا كنت تستخدم أندرويد، أما إذا كنت تستخدم آيفون أو آيباد أو آيبود، طبعا المفروض منك إنه تفتح الرابط ببرنامج السفاري، حصرا برنامج السفاري. بعد ما تفتحها راح تطلع لك واجهة الموقع، تضغط على get started. بعدها راح يطلب منك تثبيت شهادة الموقع، يعني اعتيادي، بس تعطيه تثبيت وينزل عندك التطبيق. طبعا هو التطبيق بالايفون ينفتح اصلا من السفاري، يعني مو برنامج، اما بالاندرويد ينزل برنامج اعتيادي. طيب نجي للبرنامج. مثل ما تلاحظون برنامج بسيط. هنا واجهة البرنامج، وهاي عدد النقاط اللي يعني عندي 3574. نضغط على جيفتس اللي هي الهدايا. لاحظوا اني ماخذ هدايا بقيمة 30 دولار الى حد الان. طيب راح اسحب حاليا بطاقة الفيزا كارد. ننزل تحت، موجودة بطاقة فيزا كارد 10 دولار، بريبيد كارد يعني بطاقة وهمية. طبعا نضغط اوكي حتى ناخذ البطاقة. طيب هنا يقول لك مبروك، تم طبعا خصم 3000 نقطة من رصيدك بالبرنامج واعطاك 10 دولار فيزا. طبعا راح نضغط على ريديم ناو حتى ناخذ البطاقة ونسجلها باسمنا. طيب هنا فكرة انه راح يقول لك ادخل اليوزر نيم. اذا عندك يوزر نيم بالموقع اللي هو بريبيد كود سنتر، اذا عندك بي يوزر نيم اكتب يوزر نيم الخاص بيك وراح يعبي لك بطاقتك اللي موجودة مسبقا ب10 دولار. واذا ما عندك اكتب يوزر نيم تحب تسوي جديد وانطي اوكي. راح يقول لك مثلا هنا اليوزر نيم غير موجود، تريد ننشئه، اضغط اوكي. طيب هنا راح يقول لك اعد كتابة اسم المستخدم، نعيد كتابته، نضغط على اوكي. هنا تطلع لك accept. طيب هنا الشغلات المهمة، هنا تكتب اسمك أو اسم حامل البطاقة. طبعا ما يهم أي اسم، يعني مو مشكلة، بس خلي يكون بعلمكم إنه لازم تكون هذه المعلومات اللي راح تعبيها هسه مثل المعلومات اللي موجودة بحسابك بالباي بال. يعني اسم المستخدم لازم يكون نفسه اسم بالباي بال، العنوان لازم يكون نفسه ايضا بالباي بال. طبعا للملاحظة انه هذا العنوان تقدر تعدله باي وقت، يعني تقدر هسه حاليا تكتب عنوان اي شيء يعني وهمي، مجرد انه تعبي الفراغات وبعدين تقدر تعدل العنوان باي وقت.
لاحظوا أنا هنا راح أختار دولة الإمارات لأنه الباي بال عندي إماراتي. بعد ما نعبي العنوان راح يطلب من عندنا ايميل. طبعا نحط ايميلك الحقيقي اهم شيء وتعيد كتابته للايميل. بعدين تكتب الباسورد الخاص بالموقع. انت دخلت من قبل يوزر نيم، هسه راح تكتب الباسورد حتى تفوت للموقع وتفوت للبطاقة مالتك. طبعا انتبه يكون الباسورد شوية صعب. طيب بعد الباسورد اسئلة او سؤال الامان حتى اذا ضيعت الباسورد تقدر تسترجع. طيب تقول لك create account. الآن راح يحولك إلى صفحة البطاقة. راح يقول لك مبروك أنت حصلت على كود بقيمة $10. أنت الآن أنشأت بطاقة. الآن يقول لك أنت حصلت على كود ب$10. تريد تعبي البطاقة بالكود أو بحساب بنكي. نختار الكود $10. أوكي. تأكد submit. هنا راح يجي راح يبعث لك على ايميلك اللي انت حطيته. مثل ما تلاحظون وصلت رسالة PIN كود. تروح على الايميل، تفتح الايميل وتنسخ او تحفظ رقم PIN كود وترجع تكتبه بالفراغ. طيب تقول له confirm. مبروك عليك بطاقة الفيزا كارد، وهذا رقم البطاقة بالإضافة إلى المعلومات بالأسفل اللي هي رقم البطاقة واسم حامل البطاقة والعنوان اللي تستطيع تغيره وتعدله بأي وقت وتاريخ الانتهاء والسكيورتي كود، وبالإضافة إلى المبلغ الموجود بالبطاقة. نرجع على الكمبيوتر نسجل دخول بالموقع. مثل ما تشوفون أول ما تسجل دخول راح يطلع عندك العنوان. تعدل العنوان بالضبط مثل الموجود بحسابك بالباي بال. مثل ما تلاحظون أنا شلون عدلت نفس الادرس والسيتي والستيت والبوستال كود. طبعا الفون والايميل مو شرط يكون نفسه، والدولة طبعا اهم شي الدولة. بعد ما تخلصون تضغط على سيف اكاونت. بعدها تروح على ماي هيستوري. بعدين details. هنا بعدين تضغط على view card حتى تشوف النتيجة النهائية وتلاحظ هنا رقم الكارد والعنوان والعفو والمعلومات كاملة. طيب نرجع للباي بال ونضغط على get verified حتى نفعله مثل أي تفعيل طبيعي. هنا راح يطلب من عندك اسم تعوفه مثل ما هو. هنا تختار له فيزا لأنه البطاقة اللي احنا ماخذيها فيزا، وتعبي بهذا المربع رقم البطاقة الخاصة بك وتاريخ انتهاء الصلاحية. فقط يريدون الشهر والسنة. طيب بعدها تضغط على confirm. طبعا أحيانا راح تواجهك مشكلة مثل ما واجهتني إنه يقول لك إنه العنوان غير مطابق. هذه مشكلة مجرد انتظر ربع ساعة راح تلقى الكود وصلك بحسابك بالبطاقة. مثل ما تلاحظون الكود يتكون من أول شيء يقطعون من البطاقة $1.95. طبعا يرجعوها بعدين لحسابك. بس اسم العملية هو المهم اللي هو بيه الكود المكون من 4 أرقام. بحالتي أني 1519. تنسخون هذا الكود 1519 وترجع لحسابك بالباي بال وتضغط get verified. بعدين تضغط على confirm code. مثل ما تلاحظون تم تفعيل الباي بال الخاص بي تماما وتم استرجاع القيمة اللي قطعوها اللي هي $1.95. لهنا انتهى الشرح. طيب عندي نصائح لكم بالنسبة ل مستخدمي فري ماي ابس. إذا تحب تجيك عروض للبرامج والتطبيقات أكثر حتى تاخذ نقاط أكثر بالبرنامج، تقدر تستخدم طبعا برنامج VPN. بالنسبة للآيفون والأندرويد نفس البرنامج موجود بالأب ستور وموجود بالجوجل بلاي اللي هو OpenVPN. OpenVPN بالإضافة إلى برنامج مساعد له اللي هو OpenVPN Finder. موجود الروابط مالتهم بالديسكريبشن بالوصف مال الفيديو. وأتمنى لكم الموفقية وشكرا للمتابعة.